المغرب انت معلم وانت منك نتعلم ونقولها دون مركبات. شوف ما كانتش المقابله صعبه. المغرب صعبها على روحه. المغرب صعبها على روحه. المغرب ثقه زايده، كل التركيز. الاهداف متاع الفريق هايتي هدايا من الفريق المغربي. تتفرج في الاهداف، الهدف الاول مسؤوليه بونو واضحه جدا. بربي ما نبداوش. شوف انا بقدر ما نحب اللاعبين بقدر ما ننقد اللاعب وقت اللي يخطأ. بونو كوره غلطه منه. الهدف الثاني شوف وين فقد الكوره المنتخب المغربي، فقدها في ال20 متر. زوز لاعبين الكوره عندهم الاستسهال، هايلك لا الاستسهال، انعدام التركيز. هذا يستحيل. الدرس اللي هذايا المغرب كل مقابله احسب امامك البرازيل. تلعبش ضد كوراساو، البرازيل، هايتي، البرازيل كان تبي تقدم للامام بالطبع. واللي ريناه اكثر من هكا الاستسهال، وانه يوريك الاستسهال وين، ويوريك امكانيات المغرب وين. كل ما تسجل هايتي واحنا نتفرج والجماهير تتفجع. المغرب تبدل السرعه كالسياره تعمل هكا، تعدل القراب على طول، تعدل الرابعه، تعدل. هايتي تسجل، المغرب تعمل هكا. هو مش المغرب اخي، تو نقول لك اشرف حكيمي عنده سياره قبض خميس في فرنسا في باريس، واخذ يمين يجتاز باليمين. يا ولدي اسمع الاضواء الحمراء كل حرق. لا مش قلت لك معناها وقت باش يوريك الاستسهال. وفاش طاحوا المغرب، فاش طاحت في كونه في اللعب الفردي. لانه كان لاحظت كل لاعب من اللاعبين المغاربه اللي هم فنيين عندهم فنيات كبيره يقدر يتجاوز زوز ثلاثه مدافعين بسهوله ويحب يسجل هو. وربما التمريره الاخيره لهذا درس كبير. راهو في المستوى من بعد. تو احنا في كاس عالم تاع بطوله، مقابلات بالنقاط. الان كاس عالم، كاس الخطا ما عندكش امكانيه تدارك، تخطأ مع منافس صحيح تخرج. خافوا على المغرب احنا، لانه المغرب بالنسبه لي انا الغنايه اللي بديت بها انا غنيها للمغرب. انت معلم، الغنايه اللي بديت بها انت معلم. وانت منك نتعلم. المغرب انت معلم وانت منك نتعلم ونقولها دون مركبات. مع الاسف معناها الفرق العربيه خرجت، تونس خرجت، ماذا بيا الجزائر تقعد ومصر تقعد. اما اللي باش نتابعوه وربما عندنا امل فيه باش يمشي لبعيد هو المنتخب المغربي. هذاك علاش نقولوا له. ثم كلمه وانهي. من انقذ المغرب البارحه؟ اشرف حكيمي. فانا ماذا اقول لاشرف حكيمي؟ نقول له شويه شعر. اشرف شرفتنا، وحكيمي انت كنت الحكمه داخل مجموعه فقدت التوازن وفقدت الحكمه. اشرف حكيمي هو اللي يرجع المغرب الحقيقه في مكانها الطبيعي، لان المغرب كانت في مكان غير عادي غير طبيعي. والحقيقه معناها قلقنا برشا. واحنا كنا ننتظروا في كون المغرب يفوز بنتيجه عريضه، ربما البرازيل كذا ويتعدى هو الاول، ولكن ولينا نلعبوا على التعادل ومن بعد الانتصار. الحمد لله جات رصاصة الرحمة من عند رحيمي. بكل تأكيد. سيد جمال، التعاطي مع المباراة وردود الأفعال التي بنيت بعد هذه المباراة والتساؤلات التي طرحت بعد هذه المباراة، كيف من الممكن أن تجيب عنها المغرب في قادم الأدوار؟ هل اليوم محمد وهبي لامس خطورة الموقف، لامس صعوبة المشوار، دور بعد دور ومنافس بعد منافس، أم أن اطمئنان كامل ومطلق في داخل معسكر الأسود في وين هي يلعبوا؟ نيوجيرسي، في المكسيك. في المكسيك. وهو في الواقع بعض المباريات تأتي في وقتها. هذه المباراة أمام منتخب هايتي جاءت أيضا في الوقت المناسب بالنسبة للمنتخب الوطني قبل الأدوار يعني الحاسمة. ماذا وقع في هذه المباراة؟ أنه، وأنا قلتها أمس، قلت لو دخلت في عقل محمد وهبي
يبحث عن الفوز، ولكن أيضا يسعى لتدوير بعض اللاعبين ومنح فرصة لبعض اللاعبين، وهذا ما قام به بالفعل، لأنه كانت 4 تغييرات على تشكيلة المنتخب المغربي. حينما تغير 4 لاعبين دفعة واحدة في هذا المستوى بلا شك يعني تفقد بعض التوازن. زائد ما قالوا فتحي، أيضا كان بعض الارتخاء، بعض اللاعبين على مستوى الثنائيات لم يكونوا بالحده التي عهدنا عليهم مثلا في مباراه اسكتلندا او في مباراه البرازيل. هذا يظهر انه بعض اللاعبين اعتقدوا ان المباراه في الجيب. هذا الجانب الاخر، لانه مثلا دياز في كره الهدف الثاني كان ممكن يلتحم مع اللاعب هايتي ويبعد الخطر على مرمى المنتخب المغربي. الجميل ايضا هو انه المنتخب المغربي رغم هذه الظروف اللي عاشها في الشوط الاول اظهر شخصيه قوية جدا، شخصية الكبار في ردة الفعل، في ردة الفعل يعني، وفي الحسم المقابلة، وأيضا في الطريقة التي خاض بها الشوط الثاني، وأيضا في شخصية القائد أشرف حكيمي. ولا ننسى أيضا واحد الجندي المجهول بلال الخنوس الذي قدم أيضا مباراة كبيرة جدا. في كل الأحوال درس مفيد للمنتخب المغربي قبل المباريات المقبلة. الدرس الأول أنه أيضا الذهاب بعيدا في المونديال يحتاج إلى حصانة دفاعية كبيرة، منظومة دفاعية قوية جدا يمكن أن تذهب بك بعيدا. المنتخب المغربي استقبل 3 أهداف، يعني هدف أمام البرازيل وهدفين أمام منتخب هايتي. زائد أيضا أنه محمد وهبي تقريبا ما قام به في مونديال أقل من 20 سنة قام به أيضا في هذا المونديال. المباراة الثالثة أيضا في مونديال أقل من 20 سنة كانت فرصة ليمنح فرصة لبعض اللاعبين، وأيضا ليصدر أحكام قطعية. مثلا الكعبي أعتقد أنه سيكون خارج تصورات محمد وهبي في الفترة المقبلة. رحيمي أثبت قدراته في هذه المباراة، دخل كبديل وكان حاسم، سجل ومنح هدف لجاسم، وكان سخي في العطاء ديالو والدموع ديالو وهو يسجل هدف. هذيك الدموع تختزل الكثير من القصص، قصة إبعاده عن مونديال 2022 قطر، وقصة كفاح وإرادة صلبة أبان عن هذا اللاعب قبل أن يلعب مونديال 2026. الجانب الاخر ايضا انه كانت بعض الارقام ايجابيه. اسماعيل الصباري اول لاعب افريقي يسجل في 3 مباريات متتاليه في دور المجموعات. جاسم سجل في كاس العالم لاقل من 20 سنه وهو يسجل. اليوم المنتخب المغربي يصل الى المباراه رقم 26 في كاس العالم يعني اول منتخب افريقي. هذه والسابعه تقريبا دون هذه جوانب ايجابيه. ولكن في كل الاحوال محمد وهبي سيعود إلى تشكيلته القارة التي اعتمد عليها، لأنه ظهر أيضا أن مزراوي مكانته لا تناقش، لأنه لاعب تكتيكي على أعلى مستوى. بان أنه مكانته لا تناقش. مكانة بوعدي أيضا، مكانة عز الدين أناحي، التوظيف الرائع لإسماعيل الصباري بالنسبة للمنتخب الوطني. في كل الأحوال درس كان مفيد جدا بالنسبه للمنتخب المغربي، لانه شوف كما قال انه فتحي انه سقف التطلعات اصبح كبيرا. لو ان هذه المباراه جاءت في سياق اخر لا يعني كنا سعداء برباعيه المنتخب المغربي امام هايتي، ولكن لانه سقف التطلعات اصبح كبير بالنسبه للمنتخب المغربي، فايضا حتى ادوات النقد تتغير وتتبدل مع المنتخب المغربي، وهذا هو الواقع، لانه هو يفرض عليك ان تتكلم عنه بهذه الطريقه، علما ان ما سياتي صعب جدا. يمكن ان يواجه هولندا او اليابان بنسبه اقل منتخب السويد. بعد ذلك المنتصر من مباراه كندا وجنوب افريقيا قبل ان يمر الى طريق المنتخب الفرنسي. المغرب فازت على هايتي. الاسود تطهر ريمونتادا. اعتقد بان المنتخب المغربي سيد رشيد عرف كيف يخطف المباراة التي كانت في بداياتها مباراة صعبة، ولربما كانت في أريحية باينة عند اللاعبين بأن المباراة في المتناول بإمكاننا أن نحقق الفوز. وأعتقد بأن أفضل سيناريو عاشته المغرب في هذه المباراة ستتعلم منه في قادم المنافسات والأدوار. نعم، شاهدنا مباراة هايتي والمغرب يعني ذو وجهين، كاين شوط أول وشوط ثاني. رغم أن المدرب وهبي خلى بعض اللاعبين الأساسيين في بنك الاحتياط استنادا إلى الدور الثاني، لكن بين قوسين أنا أقول رغم أن المغرب كانت عنده التأشيرة تاع الشوط الثاني، لكن نقدر نقولوا أن المدرب لعب شوية بالنار. لماذا لعب بالنار؟ لأن بعد بداية المباراة عندما هايتي سجل الهدف الأول المغرب شوية ارتبكوا اللاعبين، بعد ذلك رجعوا في النتيجة. لكن أنا شفت وجه جيد جدا لهايتي في الشوط الأول،
خاصة الهدف الثاني اللي سجله إيزودور، هدف يبقى من أحسن الأهداف في البطولة. لاعب إيزودور يعني صراحة هدف قوي وقوي جدا. المغرب في الشوط الثاني عودوا له للمباراة، وكان له شرف أنه سجل 4 أهداف. هذا مما يخليه من جانب البسيكولوجي يرتاح بهذا النتيجة، ويخليه يقابل في المباراة أظن أمام يا اما واحد من المنتخبات هولندا هولندا او لا اليابان او السويد. امام هولندا راح تكون مقابله قويه، ونتمنوا ان شاء الله باش المغرب ان شاء الله يزيد يتجاوز هذاك الدور ويمشي، لان لحد الان احسن النتائج في الفرق العربيه هي مسجله من طرف الفريق المغربي. طيب سيد فتحي، المغرب سيناريو يخوف، مباراة كانت صعبة ومفخخة، استطاع فيها ربما أو اكتسب من خلالها محمد وهبي سيناريوهات مختلفة. سيناريو أنك أنت متأخر في النتيجة وتعود، أنك أنت تفتقد لبعض العناصر وكيف تعوض بالموجودين عندك على الدكة، أنك أنت بعض العناصر ما تكونش في يومها مثل ما ظهر إبراهيم دياز، أن تكون هناك بعض العناصر متألقة وفي يومها مثل ما ظهر أشرف حكيمي، أن يكون البديل حاسم مثل ما كان رحيمي حاسم، ومثل ما كان اللاعب الصغير جسيم ياسين. فربما المغرب أكثر من ال4 أهداف كسبت هلبة نقاط وهلبة مكاسب من المباراة. طيب نستمع ماذا قال جسيم بعد المباراة بكل تأكيد، وكيف علق على مشاركته وتسجيله للهدف، وأيضا عن المباراة إجمالا. هذه أول مشاركة لي مع المنتخب الوطني في كأس العالم، وبصراحة أشعر بسعادة كبيرة. بالنسبة لي أنا من أصغر اللاعبين في المجموعة، واللاعبون أصحاب الخبرة يساعدوننا كثيرا ويجعلوننا نشعر بالراحة. منحوني الثقة ويشجعونني على تقديم كل ما لدي. بصراحة حتى الآن أعيش أجواء كأس العالم بشكل رائع جدا، وأستمتع بكل لحظة مع المنتخب. لقد عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، وكانت المباراة صعبة، لكننا عدنا في النتيجة وتمكنا من فرض أسلوبنا. المدرب طلب منا التحلي بالصبر والاستمرار في تدوير الكرة والمحافظة على الاستحواذ، وكان يؤكد لنا أن الفرصة ستأتي إذا وصلنا اللعب بالطريقة نفسها. في النهاية نجحنا في إيجاد المساحات التي كنا نبحث عنها، وتمكنا من استغلال الفرص بشكل أفضل، وهو ما كان ينقصنا في بعض فترات المباراة، والحمد لله لقد استطعنا تحقيق الفوز. كان هذا حديث ياسين جسيم سيد رشيد، وأعتقد بأن مكسب آخر للمنتخب المغربي بعيدا عن مكسب النتيجة، وهو إقحام لاعب بهذه السن وفي هذه المناسبة ويسجل، وربما اكتسبت ورقة رابحة وهو بطل العالم مع منتخب الشباب. نعم، مجيء المدرب وهبي قلت لك عنده شاب، عنده أفكار جديدة، عنده أفكار بعيدة المدى في تطوير كرة القدم، لأنه مدرب كفء. نظن باللي الهدف اللي سجله اللاعب ياسين، يعني كما تفضلت وقلت له في ستراسبور الفرنسي لا ليغ 1، راح يعطيه دفعة من جانب البسيكولوجي مهمة جدا، خاصة أنه شاب في أول ظهور له يسجل أول هدف مع المغرب. نظن هذا راح يعطيه واحد الاندفاع، واحد الثقة كبيرة في المستقبل. وبالتالي أنا أظن باللي المدرب وهبي بدأ في تغيير ملامح التشكيلة المغربية بإقحام شبان، خاصة منهم بعض اللاعبين اللي كانوا معه في بطولة العالم الأخيرة اللي فازوا بها. وأظن أن المستقبل الآن للفريق المغربي أمهات الشبان اللي رايحين يمدوا دفعة جديدة للفريق في المستقبل. سيد فتحي، ربما مع مكاسب النتيجة هناك تغييرات في جلد المغرب بإقحام وجوه جديدة، وجوه اختلفت كثيرا عن مونديال 2022. بعض الركائز ما زالت موجودة، لكن يحاول بشكل تدريجي محمد وهبي بأنه يقحم أسماء لكي تتواصل هذه النسخة الممتعة للمنتخب المغربي. خلينا نرجع للأصل. احنا في بعض البلدان عندما نتخلى عن مدرب مثلا الراجراجي
اسم كبير وإنجاز كبير. على ماذا نبحث؟ نبحث على اسم كبير في العالم، مدرب أجنبي كبير، اسم معروف. نعم. المغرب ما بحثتش، ما غزلتش الفوق، غزلت اللوطة. شكون اللي عندي في المخزون؟ عندي محمد وهبي. شكون هذا؟ هو اللي فاز بكأس العالم 2020 مع المنتخب المغربي، اللي هو مخزون كنز طلعوا. هو انا اكد لك وقت اللي يتعين، انا شخصيا انا نتبع شويه كوره، نفهم شويه كوره، وقت اللي يتعين محمد وهبي قلت شكونه؟ المغاربه يعرفوه، ما احنا ما شكونه؟ نعرفوش. نعم. شكونه؟ بدينا نتبعوا. درب تحت ال20. تحت ال20 تيلواه، ما يجيبوا واحد هكا اسم كبير هكا لا تو يقول لك من جابوا له معاه. اي لا قول له من جابوا له معاه يا جمال. لا هو معاه المساعد. ساكرامنتو، مع ساكرامنتو مساعد البرتغالي. وين كان ساكرامنتو؟ كان معاه مورينيو. شفت المساعد من وين؟ تبع مساعد. مساعد. يبقى هو أنا رقم واحد. ومع يوسف وبعد حجي. يوسف. انت كنت تقول حسب كأس العالم 2022 فما تغييرات. لا نمشي معك لبعيد. انا عشت كأس افريقيا في جانفي فيفري 2026. المغرب وجه اخر، لاعبين ما كانوش موجودين في فيفري. ايوب ما كانش موجود، اللاعب هذا الشاب جاسين رائع. كاش موجود. وهي في تلك النسخة في كأس أفريقيا كان يعول المنتخب أو المغاربة على أن يكون هناك هذا التطعيم من الأسماء التي تألقت في كأس العالم تحت ال20 ونالت اللقب، لكن ربما وليد الركراكي أحدى الأسباب التي أطاحت لا فيه هو أقل من 20 سنة باش نوضحوا الصورة. لكن لاعب واحد فقط هو جاسم، لأنه كان لاعبين آخرين. أيوب كان مع الفريق الفرنسي. أيوب لا ما كانش أيوب ما كانش آنذاك، يعني لعب فئة سنية، ولكن ما كانش يعني ما كان متفق مع المغرب. أقصد أن نظرة محمد وهبي لمنتخب تحت ال20 مختلفة تماما عن نظرة الركراكي لهذا المنتخب. هو وهبي في أسلوبه وفكره لا علاقة له بوليد الركراكي. أسلوب آخر، مدرسة أخرى بالنسبة لمحمد وهبي، مدرسة أخرى في التدبير، في الأسلوب اللعب، في الاختيارات، في الشجاعة. في وليد لديه أسلوبه الذي نجح به مع المنتخب الوطني. هو أسلوب كان مطلوب ومفروض، وكان هو وصفة النجاح بالنسبة للمنتخب الوطني في قطر. ولكن اليوم مع هذه نوعية اللاعبين أيضا بصمة محمد وهبي وأسلوب محمد وهبي أيضا يمكن أن يكون له دور إيجابي بالنسبة للمنتخب المغربي. لو بسرعة لأنه وقتاش خذا محمد وهبي الفريق بسرعة أقل من 3 أشهر، بعد كأس أقل من أفريقيا 3 أشهر بسرعة جنونية، بسرعة أعطاه روح أخرى، صورة أخرى للفريق المغربي وطعمه بلاعبين. وشوف غير التوظيف ديال السيباري لا أحد كان يتوقعوا مثلا غيوظف السيباري كمهاجم مهم. المزراوي في فيديو ظهر بعد المباراة بكل تأكيد يتحدث لياسين جسيم اللاعب الصغير في العمر، وكانت هذه المؤشرات والملامح سنعقب عليها بعدما نشاهد هذا الفيديو. رسالة عميقة ومؤثرة من مزراوي، اللاعب اللي قال ربما بعد كأس العالم سأنهي المسيرة الكروية وستفرغ لحفظ القرآن وللأداء خلينا نقوله إمام لمسجد. هو المزراوي هو يعني بروفيل مختلف، هو لاعب ملتزم، يعني كل المستويات يقوم بما يؤمن به، حتى داخل مانشستر يونايتد، حتى في البايرن تتذكر يعني لما تتغير البيئة ويبقى يعبر عن قناعاته أيا كان. يعني اللاعب حر يعبر عن قناعاته بكامل الوضوح. اللقطة مع جاسم فيها احتضان أبوي، لأن جاسم هو أصغر لاعب في المنتخب المغربي. فهنا في اللقطة كيقول له يسجل الهدف الأول، كيقول له أنه بعد تصلي ركعتي الشكر لله عز وجل، يعني حتى توفق يعني دائما بشكل دائم. فاحتضان أبوي
احتضان ايضا عائلي بالنسبه لهذا اللاعب، وايضا يظهر معدن يعني مزراوي كواحد من ركائز المنتخب الوطني، واحد من ثوابت المنتخب الوطني اللي حينما ياتي الى المنتخب الوطني ياتي يعني بوجه اخر، يقدم افضل مستوياته يعني مع المنتخب الوطني. هو لاعب اللي صراحه كان متميز في مونديال قطر، نعم. متميز حاليا في مونديال 2026. كان دائما الحديث عن الظهير الايسر يلعب برجله اليسرى، ولكن نصير مزراوي اثبت العكس، انه باليوم لا يمكن ان يكون ظهير ايسر مميز. تفضل تعقيب بسيط. رغم انه ظهير ايمن الا انه يدور بدور قوي وقوي جدا على الجهه اليسرى، ولاعب ذكي بالتاكيد جدا يعني مردود. المغرب كان عنده يعني الحظ انه عنده جوج لاعبين مهاريين في الاروقه، حكيمي ومزراوي. ناخذ تعقيب بسيط لا سيد لا فتحي. كلمه فقط. شوف يحدث فيه مزراوي وهو يقول له نعم. معناها كما قلت الولد يكلم في بوه يعمل له اي صحيح اي صحيح، قاعد يتعلم منه. احنا عندنا اولاد ساعات كي بوه يكلموا ثانيا مزراوي قمه الانضباط. انا نتذكر كاس العالم ولا كاس افريقيا نسيت، وقت اشرف حكيمي مصاب، مزراوي يضحي يلعب على اليمين، يرجع حكيمي يمشي على اليسار. معناها جوكير يمين يسار دون اي ملل، وبالعكس بانضباط كبير. وفي ختام هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد حول اخبار المنتخب المغربي وكرة القدم العربية والعالمية. شاركونا رأيكم في التعليقات. هل تتفقون مع تصريحات فتحي المولدي؟ وهل ترون أن المنتخب المغربي قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم 2026؟ شكرا على المتابعة، نلتقي في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.